النهارده هنتكلم عن كتاب عمل ضجة مش طبيعية، فن اللامبالاة لمارك مانسون. من اسمه كده باين إنه كتاب مش عادي، والفلسفة اللي وراه ممكن جدا تخلينا نشوف الحياة بطريقة مختلفة تماما. الكتاب ده حرفيا بيقلب كل اللي نعرفه عن التنمية البشرية رأسا على عقب. الفكرة هنا مش إننا نكون إيجابيين وخلاص، لا، الفكرة إننا نتعلم إزاي نقبل الوحش اللي في حياتنا. الموضوع مش إنك ما ترميش طوبة لحد، لا، الموضوع هو إنك تختار كويس قوي إيه اللي يستاهل ترمي طوبته. جملة من كلمتين بس: لا تحاول. ممكن تبان محبطة قوي في الأول، صح؟ بس الجملة دي اللي مكتوبة على قبر كاتب مشهور هي بالظبط المفتاح اللي هيفهمنا كل حاجة النهاردة. طيب، عشان نفهم القصة دي بجد لازم نعرف هي جاية منين. من حياة الراجل اللي ألهم الكاتب تشارلز بوكوفسكي، شخصية غريبة جدا، مدمن كحول ومقامر وفي نفس الوقت شاعر عظيم. تخيلوا معايا حياة بوكوفسكي، سنين طويلة من الفشل ورا الفشل، شغال شغلانة بيكرهها في مكتب بريد، وكل ما يكتب حاجة تترفض. بس فجأة وهو عنده 50 سنة كل ده اتغير. ناشر صغير كده قرر يراهن عليه، وفي 3 أسابيع بس كتب أول رواية ليه وحقق نجاح محدش كان يتصور. أي حد فينا هيسمع القصة هيقول دي قصة كفاح كلاسيكية، واحد فضل يحاول وما استسلمش لحد ما وصل. بس لأ، الحقيقة مختلفة خالص. وهنا بقى المفاجأة، السر ما كانش في إنه عافر عشان ينجح، لا خالص. السر إنه كان متصالح تماما مع فكرة إنه فاشل، كان عارف عيوبه ومرتاح معاها وبيكتب عنها بمنتهى الصدق. هو ما اهتمش أبدا إنه ينجح، وده بالظبط اللي خلاه ينجح. قصة بوكوفسكي دي بتدخلنا على طول في قلب المشكلة اللي بيناقشها الكتاب، فخ كلنا بنقع فيه تقريبا في حياتنا دلوقتي. حد فينا عمره حس بالقلق لأنه قلقان، أو اتعصب عشان هو متعصب؟ إحساس إنك متضايق عشانك متضايق. أظن كلنا مرينا بالإحساس ده. الكاتب بيسمي ده حلقة الجحيم المفرغة. الحكاية بتبدأ إزاي؟ بتحس بشعور وحش، قلق مثلا، وده طبيعي. المشكلة بتبدأ لما تبتدي تلوم نفسك على الشعور ده. أنا ليه قلقان كده؟ فبدل ما يكون عندك شعور سلبي واحد، بقى عندك 2: قلق وغضب من القلق، وتفضل بقى الدايرة دي تلف وتكبر. والمشكلة الأكبر بقى إن كل حاجة حوالينا خصوصا السوشيال ميديا بتقول لنا إن عيب نحس بمشاعر وحشة. بتشوف صور الناس كلها مبسوطة ومثالية، فتحس إنك الوحيد في العالم اللي بيعاني. طب والحل؟ الحل غريب شوية. بدل ما تحارب الشعور الوحش ده، اقبله. قول لنفسك بمنتهى البساطة: أنا حاسس إني زي الزفت، وإيه يعني؟ مجرد الاعتراف ده بيكسر الدايرة الجهنمية دي في ساعتها. وفكرة قبول السلبية دي مش جاية من فراغ، دي ليها أساس فلسفي أعمق بكتير، مبدأ بيقلب مفهومنا عن السعادة نفسه. الفيلسوف ألان واتس سماه القانون المعكوس. بيقول إيه بقى القانون ده؟ بيقول ببساطة إنك كل ما تجري ورا حاجة، كل ما بتأكد لنفسك إنها مش معاك. يعني كل ما تجري ورا السعادة بتحس إنك تعيس أكتر. مارك مانسون لخصها في جملة عبقرية بتقول: الرغبة في تجربة إيجابية هي في حد ذاتها تجربة سلبية، والعكس صحيح، قبولك للتجربة السلبية هو في حد ذاته تجربة إيجابية. الجملة دي لوحدها محتاجة وقفة وتفكير. طب نشوف أمثلة من حياتنا. شوفوا الفرق ده. الشخص اللي بيموت عشان يبقى غني غالباً بيفضل طول عمره حاسس إنه فقير ومش كفاية. في المقابل، الألم اللي بنختاره بمزاجنا في الجيم مع إنه مؤلم في لحظتها هو اللي بيوصلنا لصحة أحسن وطاقة أكبر. طيب، كلام نظري جميل قوي، إزاي نطبق ده بقى في حياتنا؟ مانسون بيدينا 3 قواعد عملية عشان نتقن الفن ده صح. أول قاعدة ويمكن أهم قاعدة: اللامبالاة مش معناها إنك تبقى إنسان بارد وما بيحسش، لا، معناها إنك تختار تهتم بإيه، معناها إنك تكون مرتاح إنك مختلف، وتدافع عن الحاجات اللي تهمك بجد لدرجة إن كلام الناس ما يهزكش. القاعدة التانية بتقول لنا إيه؟ عشان تعرف تطنش المشاكل الصغيرة لازم يكون عندك حاجة كبيرة تهتم بيها. لو حياتك فاضية من الأهداف الكبيرة هتلاقي نفسك أوتوماتيك بتغرق في تفاصيل تافهة ومشاكل ملهاش لازمة، وطاقتك كلها بتروح على الفاضي. والقاعدة الأخيرة، بصوا، إحنا طول الوقت بنختار نركز على إيه ونهتم بإيه. وإحنا صغيرين بنهتم بكل حاجة. النضج الحقيقي بقى هو أننا نتعلم نفلتر، نختار بعناية إيه اللي يستاهل ياخد من طاقتنا واهتمامنا وإيه اللي لأ. يعني الخلاصة إيه من كل الكلام ده؟ الفلسفة دي كلها ممكن نلخصها في كلمة واحدة: أولويات. الفكرة كلها إن اهتمامك ده عامل زي رصيدك في البنك، مورد محدود. لو فضلت تصرفه على كل حاجة تافهة تقابلك في يومك، مش هيفضل معاك أي رصيد للحاجات المهمة بجد. فالفن الحقيقي مش إنك ما تهتمش، الفن هو إنك
تعرف تركز اهتمامك المحدود ده على إيه بالظبط. وده يرجعنا للسؤال الأهم اللي بيسيبوه لنا الكتاب، سؤال لكل واحد فينا في وسط كل الدوشة دي: إحنا بنختار نهتم بإيه؟